محشي البصل اللي بتسألوني دايما عليه عملته لكم النهارده بأبسط طريقة وحتة خلطة تحفة. عملت كمان جنبه محشي فلفل بجد خطير. تعالي بقى شوفي عملنا الجمال ده ازاي. بس حلفتك بالله قبل ما تشوفي الفيديو تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات وتحطي لايك. يا رب كل اللي تحط لايك ربنا يحقق لها كل اللي هي بتتمناه وتزور بيت الله الحرام. اول حاجة جبت البصل بتاعنا وحطيت بقى زيت، وحطيت كمان سمنة، وحطيت حتة البواقي بتاعة السمنة دي اللي أنا باحطها في الفريزر اللي أنا طلعتها من السمنة معاكم. حطيت على البصل ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وشوية توابل مشكلة، اختياري ممكن تحطي مرقة أو لأ براحتك. شايفين أنا بغمق البصلة بتاعة المحشي ازاي عشان الصلصة تطلع غامقة. حطيت الطماطم وسبتها كده، قلبتها وسبتها بقى، غطيتها طبعا وسبتها عشان تتسبك. بالنسبة للبصل بقى، في ناس بتجيب البصل القوارمة اللي هو الصغير ده وتقوره، لكن انا بعمل الطريقة التانية اللي هي بجيب البصل عادي، بحاول انقي البصل الكبير. وطبعا البصل الاحمر او الابيض ده يرجع ليكي، الاتنين حلوين جدا، بس انا بحب البصل الاحمر اكتر، بيطلع مسكر اكتر. بعد ما بنقشر البصلة كده بنشقها زي ما انتوا شايفين للنص، بصوا لحد النص كده، وغسلته كويس طبعا. وهو ده بقى البصل اللي احنا هنسلقه. هنا بقى انا كنت خرطت الخضرة من الاول خالص كده، بحب اجهز حاجتي. وهنا خلاص الصلصة اتسبكت معايا زي ما انتوا شايفين. هنا بقى ده عبارة عن ملح وكمون بس وشوية سكر. هسلق بقى في المية دي البصل بتاعنا حوالي نص ساعة على نار متوسطة أو هادية، مايلة للهادية. أنا بصراحة رحت عشان أعمل شوية شغل وسبته اتسلق زيادة عن اللزوم. ففي الحالة دي أنا بعمل إيه؟ باخده تحت الحنفية عشان يوقف سوا. تمام. والبصل الصغير اللي بيطلع من النص ده اوعي ترميه، ده بنحطه من تحت في الحلة، بنفرشه من تحت في الحلة، وكمان بنفرشه من فوق البصل بعد ما يخلص. البصل تعرفيه استوى منين؟ لما يتفتح كده زي ما انتوا شايفين. بس انا اتفتح مني زيادة عن اللزوم، يعني مش عايزينه يبقى مهري ولا كمان عايزينه يبقى ني، يعني حوالي من تلت ساعة لنص ساعة على نار متوسطة مايلة للهادية. هنا بقى طلعت شوية صلصة كده على جنب، دايما بخليهم على جنب عشان لو احتاجت الخلطة صلصة اعملها، والباقي بحطهم في الفريزر عشان اعمل بيهم حاجة تاني. فضيت بقى الخلطة بتاعتي هنا في طبق كبير كده عشان تبرد. وهنا بقى انا كنت فكيت الورق كله من بعضه بعد ما حطيته تحت الحنفية كده على بالراحة يعني. هنا بقى البصل اللي انا قلت لكم عليه اللي بيطلع من القلب بتاع البصل ده، طبعا ما بيتحشيش، فبنحط منه شوية من تحت وشوية من فوق. بصوا بنحشي بقى البصلة كده زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة. لو عندنا واحدة طويلة من البصل اللي هو بيبقى كبير، بتنيها زي يعني بقطعها نصين زي ما انتوا شايفين. بس كده، هو بمنتهى السهولة والبساطة. في ناس كتيرة طلعت ما تعرفوش وما بتعملهوش، بس بجد من أحلى أنواع المحاشي اللي ممكن تاكليها، وتنفع في العزومات جدا جدا، حلو قوي 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 بجد يعني. لازم تجربوه للي مجربوهوش. وزي ما انتوا شفتوا كده بمنتهى السهولة. هنا بقى الشوربة، عندك شوربة تمام، ما عندكيش دي عبارة عن مية وتوابل مشكلة وبابريكا وملح وفلفل وبس على كده، وحتى ما حطيتش مرقة فيها. وهنا خلاص كنت حشيت بقى كله زي ما انتوا شايفين كده. اول طبقة من الفلفل كنت موقفاه، وبعد كده حطيته نايم كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت بقى بواقي البصل اللي هو من القلب ده على فوق كده. وبس كده حطيت بقى الشوربة بتاعتنا عشان يستوي. زي ما انتوا شايفين المقاس الشوربة لغاية فين. والشوربة دي كمان كتير، يعني انا دايما بحطها اقل من كده، بحبه يستوي على البخار عشان المحشي ما يبقاش فيه مية. ولكن انا كنت عاملة شوربة كتير فحطيته. بصوا بقى حبة الخلطة اللي بيفضلوا دول هما عندي احسن من المحشي بكتير، هم دول انا بعملهم ليا اصلا، مع ان في فلفل بس انا بحبهم. المحشي بتاعنا الخطير بقى خلص. محشي البصل الرهيب ومحشي الفلفل الجامد. اديكم دلوقتي عايزه اوريكم الجمال بس والحلاوه والطعامه. بصوا بصوا بصوا. بصوا بقى محشي البصل الجامد.
طبعا كل اللي فوق دي زي ما انا قلت لكم بواقي البصل، مش بنرميها. هشيلها كده عشان اوريكم المحشي بقى الاصل. بصوا والله العظيم خطير، اللي ما بياكلش محشي البصل ده يا جماعة وما جربوش فايته كتير قوي بجد. تعالوا بقى نغرفه ونشوف الحلاوة. طعم جدًا وسهل وينفع في العزومات، لازم أساسي لمّا تعملي محشي مشكّل اعملي جنبه محشي البصل ده، بجد بيبقى رهيب، 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 وبجد بيشرّف في العزومات، يعني هيدّيكِ طبق حلو أوي، أوي، لإن كتير أوي وإحنا عندنا عزومات في رمضان بالذات بنبقى محتارين نعمل إيه، المحشي هو يعني مَلِك العزومات. بيملى الأطباق، إحنا دايمًا في العزومات بنبقى عايزين كده حاجات تملى الأطباق بتاعتنا، بجد المحشي هيبقى اختيار رائع، محشي بصل ومحشي فلفل، وكمان لو عملتِ جنبه بتنجان، عملتِ جنبه كرنب، بجد هيملا لِك سفرتِك، وطعمه لذيذ جدًا، جدًا، أنا عايزة أقول لكم إن إحنا بنسيب كل المحشي وناكل محشي البصل بس.